من كتر شدة الحر اللي احنا فيها الشمس أثرت على صحيفة الجارديان، ودي صحيفة بريطانية واللي وصفت السيسي بالرئيس المؤقت، وده بيدل على تأثير الشمس على الحنتي اللي في دماغهم، وإن المخ عندهم بقى نص سوا، يعني عايز نص ليمونة وشوية بقدونس كده حواليه. احنا المؤقت بتاعنا إن شاء الله لغاية 2030. مامتك اسمها ياسمين. ده لو عجبكم، لو مش عاجبك شد في حواجبك، وبإذن الله نمدله كمان عشان تشد في حواجبك تاني. طب هي الجارديان دي ما خدتش بالها من شيمون بريز ده اللي قاعد في الحكم 50 سنة؟ ده ترهبن في الحكم، ده قعد لغاية ما أحفاد ودخلوا الإعدادية. وبوتين ده مؤقت برضه من التسعينات. واضح إن الاستقرار في دولة قوية زي مصر بيعمل للبعض تسلخات في المرارة، علشان كده لما دهنوا مرهم كينا كومب بعد الخبر ده جابوا ورق وقالوا هنا اهو في آخر سطر إنه تم الوصف بشكل خاطئ. لا ذاكر يا عينيا، ذاكر عشان 5 دقايق وهلم الورق كله. اللي ذاكر مصر كويس ذاكر وما تغلطش تاني يا حنتي. ذاكر ان احنا اخترنا السيسي. خد بقى المنهج الجديد هنختاره تاني. ولا انتوا عندكم ابن عم الشرع ولا شبيه الشرع وعايزين تلبسونا؟ فرحانين انتوا بالميليشيات اللي تمسك الدول العربية. يلا وقع الجيوش بتاعتهم يلا. مش مصر يا عينيا، ما هو اللي يجي على مصر يستحمل بلبل مصر. شيروها له.